وصفة النهاردة بقى سهلة وجميلة وانا بحبها جدا. اللحمة بالصوص البني طريقتها سهلة جدا وطعمها فعلا حلو قوي. تعالى اوريكم الطريقة. هنجيب حلة نحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، واول لما تسخن ننزل عليها بقطع اللحمة بتاعتنا. ما ناخدش اي خطوة خالص غير لما اللحمة دي لونها يتغير، نقلبها لحد ما لونها يتغير خالص. لازم لونها يتغير. وبعد كده هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. انا هنا حطيت عليها بهارات لحمة وحطيت عليها فلفل اسود. اهم حاجة ان انتوا ما تحطوش ملح خالص غير لما اللحمة دي تستوي معاكم. اول ما المية بتاعتها هي ابتدت تقل خالص ولونها اتغير، بنزل عليها بمية سخنة. بعد كده حطيت عليها ورق لورا وحبهان ومستكة. الحاجات دي كلها بتدي طعم حلو جدا للحمة. هتغطوا عليها، وكل ما تلاقوا ان المية قلت وهي لسه مستوتش زودوا لها مية. انا هنا استوت معايا خالص. بحط لها في الاخر فص ثوم وسط مفروم، وبقلبها كويس وبحط الملح بتاعي. عايزه اقول لكم ان اللحمه دي ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو. ممكن تعملوها مع رز ابيض، بطعمها بيبقى حلو جدا، والصوص تحطوه على الرز بتبقى جميله قوي. اهم حاجه لو بتعجبكم وصفاتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو، ما تنسوش تعملوا لي اكسبلور. يلا باي باي.